اول مره شفت فيها فيلم رعب كان فيلم مونستر هاوس، وده لما شفته اول مره انا كنت صغير، كنت فاكر ان ده اعلى مستوى في افلام الرعب وان خلاص يعني مفيش حاجه مرعبه اكتر منه. بس طول الوقت انا كنت فاهم غلط، عشان بعد ما كبرت عرفت ان في افلام مرعبه جدا جدا انا لسه ما كنتش اعرف عنها حاجه، وده اللي هنتكلم فيه النهارده. فيديو النهارده هتكلم عن احسن وارعب افلام رعب انا شفتها في حياتي كلها، وفي اخر الفيديو هتكلم عن اكتر فيلم مرعب فيهم كلهم. اول مره اتفرجت فيها على الفيلم ده كان بسبب حد من صحابي عرفني عليه وقال لي بقول لك ايه ليك في افلام الرعب. انا وقتها قلت له يعني رعب؟ انت مصدق اصلا ان في افلام رعب؟ انا مستحيل اي فيلم رعب يخليني اخاف. قال لي اتفرج على الفيلم ده وانت ساكت. الساعه جت 12 بالليل، دخلت الاوضه قفلت الباب ولبست السماعه وقررت اتفرج على الفيلم. وفي اخر الفيلم عرفت فعلا اللي هو كان عنده حق. في الفيلم ده بنشوف طفل اسمه فيني بليك، طفل امريكي عايش في حي هادي جدا في امريكا. لو ركزتوا على الطفل ده هتحسوه طفل هادي وغلبان، ودي حاجه حلوه. بس المش حلو ان الطفل ده عاش اسوأ فترات حياته كلها من وهو طفل. كل ما يروح المدرسه العيال تتنمر عليه ويضربوه من غير سبب. بس انتوا عارفين انا وقتها قلت ان طفل زي ده اكيد عنده اب يدافع عنه ويحميه ويهون عليه. بس لا برضه، عشان يا جماعه ابوه 24 ساعه قالع الحزام بتاعه وماسكه في ايده، وحرفيا كل شويه يهدد في ابنه ويزعق له على اتفه الحاجات. حتى وهو الولد الصغير ده بياكل، وهو بياكل ابوه بيقول له كل من غير صوت. بص انا فاهم ان الاكل بصوت عالي حاجه مزعجه ومستفزه، انا فاهم بس معلش يعني ده عيل صغير يعني استحملوا شويه. لحد دلوقتي عدى من الفيلم 10 دقايق بس، وبدات ازعل جدا على الولد ده. حظ وحش في الصحاب، وابوه بيعامله بطريقه مش كويسه، وامه ميته. بس كل الحاجات دي ما تجيش حاجه جنب اللي يحصل له قدام. في يوم من الايام فيني كان راجع من المدرسه عادي جدا، بعدين فيني فجاه بيتخطف. والمرعب مش هنا، المرعب اللي هو اتخطف في عز النهار، وده معناه ان اللي خطفه ده عارف جدا هو بيعمل ايه ومش بيخاف من اي حاجه. الشخص اللي خطفه بقى بيطلع واحد من اخطر القتله المتسلسلين الموجودين في المدينه، عشان بيطلع ان مش فيني بس اللي اتخطف، ده كمان في كذا طفل قبليه اتخطفوا برضه بنفس الطريقه. تمام، الشخص ده لما بيخطف الضحيه بتاعته بيحبسها في مكان معزول زي السجن بالظبط، ما فيهوش بس غير حمام وتليفون اسود قديم. والتليفون ده مهم جدا جدا عشان انا احتاجه قدام، وانا الاحظ ان التليفون اصلا مش شغال. المهم بعد ما حبس الطفل ده بدا يلعب على اعصابه يوتره نفسيا، زي مثلا اللي هو في الاول يبدا يمثل عليه ويبين نفسه اللي هو لطيف ويغير نبره صوته ويقول له ما تقلقش يا حبيبي انت هتبقى كويس. بس لا، الراجل ده كذاب، الراجل ده مخادع، عشان بعدها بيسيب الباب مفتوح وبيمشي. انت هنا ممكن تقول اللي هو راجل حنين اكيد ساب الباب مفتوح عشان التهويه ولا حاجه، بس احب اصدمك واقول لك ان لما الطفل ده يفكر بس اللي هو يهرب بيلاقي الراجل قاعد قدام الباب وقالع هدومه وماسك بتاع كده في ايده يضرب بيه. وانا بصراحه هنا يعني ما فهمتش هو ليه قالع هدومه، دي حاجه بصراحه رعبتني انا شخصيا. المهم بعدها فيني بيسمع التليفون بيرن، ودي حاجه غريبه لان التليفون اصلا بايظ. فيني بيقعد يقول الو الو وبرده محدش بيرد، بيقفل التليفون وينام. يصحى من النوم على رن التليفون تاني، يفتح التليفون ويرد، والمره دي حد بيرد عليه. بس مين بيرد عليه؟ بيطلع طفل صغير قده في السن. المهم الولد ده بيطلع في الاخر صاحب فيني من المدرسه، والولد ده كان مخطوف في نفس المكان اللي فيني موجود فيه دلوقتي. بنعرف بقى هنا ان الراجل ده قاتل 5 اطفال قبل فيني، وكلهم كانوا بيرنوا على فيني عشان يساعدوه اللي هو يهرب من المكان ده. فيني بعدها اتحمس وقام يدور على مكان يقدر يهرب منه، وكل ما يحاول يفشل لحد ما وصل بالصدفه لمكان محفور فيه مكان الجثث الميته، وحفره كمان زياده للجثه الجديده اللي هتموت فيه. فخلاص كده فيني عارف اللي هو ميت. المهم فيني في الاخر قدر يعمل فخ ويربط حبل عشان الراجل يتكعبل فيه ويقع. بس يا علي فين الرعب في كده يعني؟ مش فاهم. فاهمك عشان كده هنبدا ندخل في الجد فعلا ونتكلم عن واحد من اكتر افلام الرعب اللي انا شفتها في حياتي كلها، وهو فيلم تمام. الفيلم اللي فات حاجة والفيلم ده حاجة تانية تماما، عشان الفيلم اللي فات كان بيخوفني بس بمجرد اللي انا اتخيل ان انا طفل ومخطوف، حاجة مرعبة. بس المميز في الفيلم ده بقى اللي هو بيخوفني حتى وانا كبير. تمام، في الفيلم ده بنشوف كيت وجون، 2 متجوزين بيحبوا بعض وعايشين حياة سعيدة وجميلة. بس انتوا عارفين ايه اللي ممكن يخلي حياتهم سعيدة اكتر؟ مولود جديد، بنت صغيرة تقول ماما وتقول بابا. وفعلا كيت حملت في بنت وكانت مبسوطة واخيرا هتبقى ام والحلم هيتحقق. بس فجأة بنتها ماتت واستأصلوا منها الرحم. يعني ايه عادي يستأصلوا منها الرحم؟ مش فاهم قصدك ايه يعني للاسف حلم اللي هي تبقى ام اتدمر للابد. حياتهم حرفيا بعدها بتتحول لجحيم. بيزعلوا جدا هما الاثنين، او الام بس هي اللي كانت زعلانه. كيت بتدخل في حاله اكتئاب لحد ما قررت اللي هي تروح لدكتوره نفسيه عشان تديها حل. الدكتوره قالت لها كيت الحل الوحيد هو انه تتبني طفل. ايه ده بس يعني بالسهوله دي؟ بحسب الموضوع يبقى اصعب من كده. كيت فرحت جدا بالفكره وطلعت بسرعه على الملجأ واتبنت بنت اسمها ماكس. خدت ماكس وكل حاجه تمام، بس كيت حست ان ماكس للاسف وحيده. فراحوا
راحوا جابوا ولد تاني يتبنوه اسمه دانيال. تمام، هنا بقى عندها ولد وبنت، المفروض خلاص يعني مش هتعوز حاجه تاني، بس لا كانت عايزه كمان تتبنى طفله زياده. الطفله اللي هتروح تتبناها دلوقتي دي حرفيا كلنا هنتصدم فيها. روحوا ملجأ تاني وقرروا يختاروا من بين كل الاطفال دول اغرب طفله موجوده هناك واسمها استر. هي غريبه مش عشان مثلا هي قاعده لوحدها بعيد عن الباقي او مثلا عشان طريقتها في الكلام الغريبه، لا بالعكس، دي كانت ذكيه جدا وشاطره، بنت مؤدبه وبتعرف ترسم، بتعرف تعزف بيانو، بتعرف تتكلم بلغه الاشاره، كل حاجه كانت تدل ان هي بنت حرفيا ما فيهاش غلطه. بس انا وقتها شكيت في حاجه، ازاي بنت في السن ده تقدر تتعلم الحاجات دي كلها بسرعه؟ هل وراها سر مظلم؟ وده اللي هنعرفه قدام. المهم في مره كيت وجوزها كانوا يعني بيعملوا حاجات متجوزين من غير دخول في تفاصيل، واستر كانت نازله بالصدفه وشافتهم. طفله في السن ده لو شافت حاجه زي كده مثلا ممكن تخاف وتطلع تجري. استر انت واقفه بتتفرجي عليها يا حبيبتي، ده مش فيلم من ديزني. كيت خدت بالها ان البنت دي شافتهم، فحست بالاحراج وحست يعني اللي هي لازم يعني تصحح الموقف. طلعت للبنت دي الاوضه بتاعتها وقررت وقتها ان هي تديها درس التكاثر اللي كلنا خدناه في تانية اعدادي، وتقول لها استر حبيبتي لا ما تعرفيش في اي اتنين متجوزين لازم يعملوا. وفجاه البنت ردت عليها وقالت لها كلمه يعني كلمه قبيحه جدا. كيت اتصدمت اللي هو ثانيه واحده، انت ازاي عرفتي الحاجات دي وانت صغيره؟ مش فاهم. وقتها فعلت فورا وضعيه الشك، وكالعاده بدات اركز مع البنت دي اكتر واكتر، وفعلا اكتشفت حاجه غريبه جدا عنها. وانا بتفرج بدات احس اللي هي انها بتغير على جوز كيت. وات يا علي؟ طب فرق السن، ما انا مش عارف انت بتسالني انا. بقت كل شويه تروح تنام بينهم في النص وتحضن الراجل، والراجل يعني غلبان مش فاهم حاجه، ما كانش يعرف ان اللي هو هيتصدم في اخر الفيلم. ودي مش الحاجه الوحيده اللي كانت غريبه في البنت دي، لان في يوم دانيال كان بيلعب بمسدس لعبه وبالغلط ضرب حمامه ووقعت. وانا بقى لما اقول بالغلط يبقى فعلا قصدي بالغلط، لان الطفل المسكين ده بعد ما وقع الحمامه حس يعني اللي هو عمل جريمه قتل. والله ما اقصد، والله يا رب سامحني يا رب اخر مره والله. استر جت وقالت لدانيال اللي هو لازم يسترجل شويه ويبقى قد المسؤوليه. دانيال قال لها يعني اعمل ايه يعني برضو مش فاهم. قالت له يعني لازم تقتل حمامه عشان ترتاح. وفجاه استر واخيرا شكي طلع في محله، واتاكدت ان في حاجه غريبه في البنت دي. بس هل عرفت ايه هي؟ لا لسه. كيت لما عرفت موضوع الحمامه هي كمان شكت زيي، فاتصلت بدار الايتام عشان تفهم القصه. بس هي اكيد مش هتقول لهم ان البنت اللي انا خدتها من عندكم قتلت حمامه انا عايز ارجعها، لا قالت لهم ان البنت دي تصرفاتها غريبه جدا ومش طبيعيه. وفي الاخر كيت طلبت اللي هي تعرف معلومات اكتر عن استر. وانا احب اصدمك واقول لك ان الامور زادت سوء اكتر، لان استر اول ما شكت ان كيت بتحاول تعرف حقيقتها من الست دي، استر قررت تتعامل مع الموقف بكل هدوء وبكل ذكاء. وقفت الست في الشارع وموتتها. وهنا شخصيتها الشريره بدات اللي هي تنتشر اكتر وتكبر اكتر. زي ما انتم عارفين اول مره بدات بالحمامه، تاني مره بقت انسانه. تمام، المره اللي بعدها انا متاكد محدش فيكم هيبقى مستعد للي هي هتعمله بعد كده. اول حاجه بدات تعمل شويه عمليات تخريب، زي مثلا اللي هي بوظت الورد اللي كان على قبر المولود المتوفي الاولاني. تاني حاجه راحت حرقت بيت الشجره بتاع دانيال اللي هو كان بيحبه جدا. تالت حاجه قبل ما استر تحرق بيت الشجره كانت بتخفي جثه الست دي اللي ماتت في البيت ده. ومين اللي شافها بقى؟ دانيال. وده كان اسوأ يوم في حياته كلها، لان استر خدت بالها ان دانيال بيراقبها من ورا الصخره، ومن شده خبثها عملت نفسها ما شافتش اي حاجه. بس في نفس اليوم وهو نايم راحت له بسكينه وقالت له لو انت حكيت لاي حد عن اللي حصل انا هقطع. تمام مش هينفع اقول تقطعي، بس انتوا عارفين يعني حتى لو الولد ده راح في يوم وحكى كل اللي حصل مثلا للشرطه، الشرطه مش هتصدق. يعني هيقول لهم ايه مثلا؟ في بنت قتلت حمامه وانسانه وولعت في بيت شجره. مفيش اي حد هيصدق ان الوش البريء المخادع ده هيعمل كده. عشان كده في اللحظه دي انا سالت لنفسي سؤال وقعدت افكر فيه طول اليوم، وهو ليه البنت دي بتعمل كده؟ ليه جواها غضب وكراهيه شديده اتجاه كل الناس اللي حواليها؟ ولحسن الحظ كل حاجه في اخر الفيلم بدات اللي هي توضح اكتر. تمام، بعد ما استر بتاخد قلم من كيت بتتخدر وبتتحجز في المستشفى. اللي هو انت مجنونه ولا انت تضربي على صغيره؟ ولما كيت بتصحى على اكتر خبر صدمها لحد دلوقتي. جالها مكالمه تليفون، بس مش اي مكالمه، جالها مكالمه من دار الايتام، او اللي كانت فاكراه دار ايتام، لان المكان ده طلع فيه جزء منه مخصص للاطفال اللي عندهم امراض نفسيه، وهم للاسف خدوا استر من الجزء ده. وده منطقي يعني بصراحه، وبالنسبه لبنت بتقتل حمام وبني ادمين وبتولع في بيوت كده عندها مشكله نفسيه خطيره جدا. بس ايه هي المشكله دي بالظبط يا علي؟ بعد ما اتضربت بالقلم بترجع البيت لوحدها مع جون، ودي حاجه ممكن تبان لك اللي هو
ده عادي، اب وبنته بالتبني لوحدهم في البيت. بس اللي مش عادي ان استر بتستغل غياب كيت وتبدا تلبس لبس يعني مش لايق على سنها خالص. تبدا تعاتب في جون وتقول له بس انت قلت اللي انت بتحبني. تخيل تشوف اب بيرفض بنته. يا استر حبيبتي ده قد ابوكي، او ده اللي احنا كنا فاكرينه، عشان بعدها يا جماعه في اكتر مشهد صدمني واللي اكيد برضه يلزمكم انتوا كمان، استر ما بتطلعش طفله، دي واحده كبيره ومتنكره على شكل طفله. وده فعلا بان في اول الفيلم لما كانت بتغير على جون، زي مثلا هي تراقبه هو مع مراته، او مثلا تنام بينهم في النص وتحضنه. حركات مش طبيعيه، تصرفات غريبه كده تخلي اي حد يشك فيها. بس بصراحه ان جيت الحق فهي خطه ما تجيش على بال ابليس. فكره ان هي تستغل ان جسمها مش بيكبر فتتنكر على شكل طفله والناس تتبناها وتعمل ايه اللي تقدم مع رجاله، موضوع مرعب. معرفش بصراحه هقدر ابص تاني على اطفال ازاي بعد الفيلم ده، بس يعني ربنا يستر. بس عمرك سالت نفسك ايه مصير الرجاله اللي بترفض استر؟ ايوه بالظبط زي ما توقعت، استر بتقتلهم. وبعد ما كيت اخيرا بتفهم الموضوع كله وتبدا تربط الاحداث في بعض، تطلع بسرعه من المستشفى وتركب عربيتها وتروح البيت بعد ما جوزها بقى عريس من عرسان الجنه. بتحاول تموت البت المجنونه دي، وفعلا بتديها بالشلوت في وشها وتغرقها في الميه المتلجه. بس قبل ما تديها بالشلوت استر بتقول لها اخر كلمه، ارجوكي ما تعمليش كده. دلوقتي مع اخطر وارعب فيلم رعب انا شفته في حياتي كلها، وهو فيلم تمام. قبل ما نبدا نتكلم عن الفيلم ده لازم تبقوا عارفين حاجه مهمه جدا، ان الفيلم ده فوق اللي هو مرعب فهو برضو غريب. عشان لما وصلت لاخر الفيلم كنت مرعوب من كتر الغرابه. انتوا فاهمين قصدي؟ وعشان كده الفيلم بيبدا ببنت اسمها تاس اجرت شقه في حي ممكن تقولوا اللي هو غريب شويه او شويتين. والحاجات الغريبه فعلا بتبدا من دلوقتي، لانها بعد ما اجرت البيت ورايحه عشان تدخله لقت واحد غيرها قاعد جوه. وطبعا عشان الدنيا بره مظلمه ومرعبه فاضطرت ان هي تقعد معاه. لحد دلوقتي تمام ما فيش اي حاجه. بعدها في نفس اليوم بالليل وهم نايمين تاس بتسمع صوت غريب جدا جاي من بره. بصراحه ما اعرفش يعني ايه الصوت ده، كنت فاكره صوت بوسه ولا حاجه. تاس بتفتكر ان الشخص اللي هي قاعده معاه هو اللي طلع الصوت ده، بس لما بتطلع من الاوضه وتبص بره بتلاقيه نايم، يعني مش هو اللي طلع الصوت. مش كده بس، كل حاجه بتبدا تبان غريبه ومرعبه اكتر في اليوم اللي بعديه. تاس لما صحت من النوم وشافت الحي اللي هي سكنت فيه بيطلع شكله غريب جدا وتحسه مقلب زباله حرفيا. وده عشان بعد ما قابلت واحده قالت لها المكان اللي انت قاعده فيه دلوقتي يا تاس هو اخطر مكان في المدينه كلها ومحدش دلوقتي بقى قاعد فيه. تاس ما اقتنعتش قوي بكلامها، قالت يعني دي اكيد مجنونه ولا حاجه. بس لما تاس رجعت عرفت ان فعلا كلامها صح. تاس لما بترجع البيت بتلاقي في الدور اللي تحت اوضه سريه مخفيه، وفي الاوضه السريه المخفيه بتلاقي برضو اوضه سريه مخفيه تاني. وهنا بدا يجي لي احساس وحش اتجاه الاوض الغريبه دي. كان عندي فضول اعرف ايه الموجود جوه، ليه الضلمه دي كلها وليه اوضه سريه جواها اوضه سريه تاني، يعني ايه القصه بالظبط مش فاهم. بس بدات افهم بعدها لما تاس بدات تدخل جوه الاوض دي فعلا بتلاقي دلو وسرير عليه دم وكاميرا بستاند وايد غرقانه في الدم على الحيطه. تاس بتترعب في الوقت ده، ولحسن الحظ صاحبها بيوصل للبيت، بتطلع له بسرعه وتقول له بص اسمع وركز معايا كويس جدا، البيت ده مش طبيعي ومش كويس، احنا لازم نهرب فورا ونبلغ الشرطه. صاحبها قال لها شرطه؟ ما تبقيش عبيطه، انا هروح اطمن بنفسي. الواد ده فعلا بينزل تحت، وخلينا كده متفقين ان ده اغبى قرار الواد ده خده في حياته كلها. وهنعرف ليه قدام. صاحبته بتقعد تنادي عليه وهو مش بيرد، فبتنزل له هي كمان. واثناء وهي بتدور عليه بتلاحظ ان ما كانش فيه بس اوضه سريه جواها اوضه سريه، لا دي اكتشفت انه جوه الاوضه السريه دي في برضه ممر سري. كمان في الاوضه السريه الاولانيه كان فيها حاجات مرعبه، دلوقتي الممر السري ده بيودي على تحت. اكيد مليون في المية في حاجات ارعب من كده بكتير موجوده تحت. ولما تاس نزلت بدات تستوعب ان هو مش ممر سري، لا ده كمان في الممر السري ده في انفاق سريه، وجوه كل نفق سري فيه اقفاص كبيره جدا. حجمها قد ايه مثلا يعني يا علي؟ يعني مثلا حجمها ممكن تكفي بني ادم، افهموا انتوا بقى. وبعدها اخيرا بنلاقي صاحبها، وانا هنا مستغربتش اللي لقيته، انا استغربت اللي هو اصلا لقيته عايش. انا قلت بعد ما عمل الدور البطولي ده اكيد اول ما ينزل هيموت، لحد ما فجاه انا مش عارف بصراحه يعني اشرح اللي ظهر ده دلوقتي ازاي، بس اللي اقدر اقوله ان اللي ظهر ده يعتبر اغرب وارعب حاجه انا شفتها في حياتي حرفيا بدون مبالغه. جسم بنت غريب جدا مش مفهوم ومرعب يعني، ومن غير هدوم. ايه سر البنت دي؟ يعني ايه الحاجه اللي وراها؟ هنعرف برضو قدام. بيجي بعدها مالك البيت الاساسي، وهنا بنشوف اللي هو من مسكه الكشاف دي اللي هو هيودع، بس الحمد لله بيفضل عايش. بعدها بنعرف ان الكائن الغريب اللي كان تحت ده من شويه اسمه الام. ام ازاي يا علي؟ مش فاهم ازاي ام وهي مرعبه كده؟ اكيد
اكيد مفيش ام هتبقى مرعبه بالشكل ده، اللي اعرفه ان الام بتبقى حنينه. بس احب اقول لك فوق ان اسمها الام دي كمان عايزه تبقى ام بطريقه مبالغ فيها، تمام. والناس هي بتصطادهم بتحطهم في الاقفاص اللي احنا شفناه من شويه، وبتبدا تديهم بزازه. بس يا علي البزازه دي فيها ايه مثلا؟ احب اقول لك ان فيها لبن. بس ثواني، مش اللبن اللي من السوبر ماركت، لا يا ريت يبقى من السوبر ماركت، ده لبن منها هي شخصيا. يا طب لو انت دلوقتي هناك ورفضت ان انت تشرب من البزازه دي، مصيرك هيبقى ايه بالظبط؟ يعني ايه اللي هيحصل لك مثلا؟ احب اقول لك انها اول حاجه هتعملها معاك اللي هي هتطلعك من القفص وتخليك ترضع من تمام، ما اقدرش اقول بصراحه ترضع منين عشان يعني انتوا اكيد فاهمين. بس يا علي ايه قصه الام برضو؟ يعني مش فاهم الام دي جت منين. احب اقول لك ان اللي وصلها لكده حاجه ارعب بكتير منها. الراجل ده تمام، الراجل ده وراه قصه غريبه جدا. كوني يعني زي ما انتوا عارفين بفهم في الشخصيات بسهوله، فانا قلت ان الراجل ده شكله عادي ومش بتاع مشاكل وحوارات. بس لاول مره انا كنت غلطان، لان الراجل ده في الحقيقه بيطلع قاتل متسلسل مريض. ولما اقول لك مريض يبقى لازم تصدقني فعلا اللي هو مريض. اول حاجه بيعملها بيمثل اللي هو فني بيصلح حاجات في البيت، واول ما بيدخل البيت بيستهدف الستات ويقتلهم. بس الارعب من كده اللي هو ما كانش بيقتل بس الستات دي، ده كمان كان بيجيب منهم اطفال، وبعد ما يجيب منهم اطفال كان بيجيب من الاطفال دول اطفال، وكل شويه يكرر نفس العمليه لحد ما كان هو السبب في ظهور الام المرعبه الغريبه دي، عشان حرفيا اتحرمت من معنى الاموميه طول عمرها، فجالها حرفيا عقده من اي حد، بقت اي حد تشوفه تاخده وتحبسه وترضعه بالعافيه، والفيلم بيخلص على كده. لو عايزين جزء تاني قولوا لي في الكومنتات وهعمل جزء تاني على طول. شكرا جدا جدا عشان اتفرجت على الفيديو ده لحد الاخر، دي بالنسبه لي حاجه كبيره جدا. انتوا بجد مش عارفين هي حاجه بالنسبه لي كبيره قد ايه. ما تنساش تشترك في القناه عشان نوصل ل 50,000 مشترك في اقرب وقت ممكن، وتعمل لايك للفيديو برضه لو لسه ما عملتش. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.